أهلا وسهلا فيكم بالحلقة 3 من قصة امرأة يلي أنا بقدم لكم إياها كوثر الحنبوري. بالحلقة السابقة كنا قلنا إنه عطته فرصة إيفلين ليرجع على البيت ويرجع لحياته الطبيعية، وهيك صار. وكانوا عم بيحضروا لولادة طفلهم الثاني، عم بيحضروا الغرفة والأغراض اللازمة. بس القدر والأشرار كانوا بالمرصاد. مثل ما حكينا هالقصة عم تدور أحداثها بلبنان بالفترة يلي كان فيها خطف. فهو وراجع الزوج على البيت بسيارة الشغل بيداهموا مسلحين السيارة وبيسألوا عنه بالاسم، بينزلوه وبياخدوه لجهة مجهولة بسيارة تانية. وهيك بلشت مأساة بالنسبة لإيفلين. لا بتعرف شيء أبدا عنه، ما بتعرف الجهة يلي خطفت ولا ليش خطفت. اللي بتعرفه انه هو ما عنده ولا اي انتماء سياسي، ولا بيجتمع مع حدا، ولا عنده بطاقة حزب ولا شيء. وسمعت انه ربما اخذوه ليقايضوا مع مخطوفين تانيين من جهة تانية. فليش هو ما بتعرف؟ ليش صار كل هالشي؟ ما بتعرف. عاشت مأساة ما ممكن حدا يتخيلها. إن بعد البكي والقهر والخوف كانت ما تنام الليل، كل ما ينفتح الباب تفكر انه اجا، كل ما تسمع ضجة تفكر انه هو صار واصل، كل ما تسمع اي شيء تفكر انه جاي مثل العادة عم يبتسم جايب هدايا لابنه. كتير كتير يعني عاشت الستريس. انقلبت حياتها رأسا على عقب. صارت ما تنام بالليل أبدا، بالنهار ما بتاكل شيء، على الدخان والقهوة كل النهار. عيونها صاروا غيرين لجوا، لونها شاحب، ضعيفة. صارت عايشة على أعصابها. صارت كل ما تسمع خبر، كل ما تسمع في شيء زعيم أو في حدا ممكن يساعدها تروح لعنده. ما خلت حدا ما راحت لعنده، ما خلت بس حدا تسمع أي خبر عن حدا من المخطوفين تركض لتشوف إذا هو من بيناتهم. كتير كتير كان وضعها صعب. يعني حتولد، يعني صار وقت الولادة وهي بعدها بهيدا الرعب بهيدا الخوف، وصارت تمرق الأيام وما يرجع وما تسمع شي عنه، بيخف الاهتمام بموضوعه. بهالفترة كان عندها بس أهلها هن سندها الوحيد، وعلاقتها القوية بأمها كانت هي اللي عم تخليها شوي تستمر. بس الفترة اللي عاشتها كتير كتير صعبة. حتى هون شو صار؟ يعني حتى بهيدا المرحلة كمان القدر ما تركها. في شي ممكن يصير أسوأ من هيك؟ خلينا نتابع بالحلقة الثانية. كانت معكم كوثر الحنبوري.